وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا تفعل العبادة تخلصا، بل افعل الطاعة قربة إلى الله لا يضره أنك تعصيه، لكن أنت تهلك إذا عصيته. إذا كتب الله لك أن تصلي الفجر في جماعة وأنت خارج من المسجد، استشعر فرحا أن الله برحمته أيقظك من مرقدك، أن الله برحمته أيقظك من مرقدك وأقامك بين يديه وردك إلى بيته. هؤلاء هم الذين يغبطون، والذين إذا أراد الله بهم خيرا ثبتهم على هذا وماتوا على الدين. لا يوجد فرح يفرح به العبد أعظم من الفرح بالإسلام. والله إذا ما طابت الحياة في القرب من الله فلن تطيب بشيء سواه، وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سواه. ويجرب الإنسان متع الحياة كلها، فإنه والله لن يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائض الله وترك محارم الله. والصلاة الواحدة يفعلها الإنسان من فرائض الله بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديته لربه، بمجرد ما يخرج من مسجده يحس براحة نفسية والله لو بذل لها أموال الدنيا ما استطاع إليها سبيل. الحياة طيبة في القرب من الله، الحياة الهنيئة في القرب من الله. إذا كان ما طابت الحياة في القرب من الله فبمن تطيب. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تأمل رعاك الله، الزكاة قد تسقط في حال من الأحوال إن لم يكن عندك مال، والصيام يسقط للأعذار، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحج لمن استطاع إليه سبيلا. لكن قل لي بالله العظيم، هل تسقط الصلاة في أي حال من الأحوال؟ إذا لو حافظ على صلاته دخل الجنة. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله من لقى الله وهو يحافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة. حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فأعادها الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف أبي ذر 5 صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه. أطلت عليكم لكن الحديث خطير والقضية مهمة. أبناؤنا يموتون على غير صلوات، بل حتى الشيب تهاونوا في أدائها.